مع المفاوضات اللي كانت جارية مع منتخب كوستاريكا والبيرو، وعلى ما يبدو أن هذه المفاوضات راهي فشلت والاتحادية توجهت لمنتخب آخر واتفقوا معها بشكل شبه رسمي. السلام عليكم. قبل ايام كنا ديجا تكلمنا على مباريات وديه اللي رانا نقارعوا فيها في شهر مارس، والاتحاد الجزائري كان يتفاوض مع منتخبين ومن بينهم منتخب اوروغواي اللي قلنا تقريبا بشكل كبير تم تاكيد وترسيم هذه المواجهه. بصح الاشكال تاعنا كان في اللقاء الثاني، والاتحاديه كانت تفاوض مع منتخب كوستاريكا والبيرو، بصح للاسف ما قدروش يجيبوا الاتفاق. ولهذا حسب جريده وين وين مره اخرى الاتحاد الجزائري بشكل رسمي برمج مباريات وديه امام منتخب غواتيمالا يوم 27 مارس واوروغواي يوم 31 من نفس الشهر. هذه المواجهتين راح يتلعبوا في ايطاليا، خصوصا بعد فشل الحصول على تصريح من انجلترا لاقامه المباراه في ويمبلي. وكالعاده تبقى هذه اخبار، فقط ننتظر الاعلان الرسمي من الصفحه الرسميه لتاكيد المواجهتين.